السلام عليكم ومرحبا بكم اخواتي ضمن سلسله شيوة امل. وصفه اليوم عباره عن حلوه لاكريم او تورته العيد ميلاد، سهله في التحضير وبسيطه جدا، فكيجي شكل ديالها رائع. كنتمنى يعني تتبعوا معايا مراحل في التحضير ديالها. فانا بغيت نشاركها معكم لانني ديتها هديه بنت عمتي مريم، وكنتمنى لها سنه سعيده. فإلا كنتي أول مرة كتزور قناتي ما تنساش الاشتراك فيها مع الضغط على الجرس للتوصل بكل جديد القناة، والضغط أيضا على زر إعجاب إلا عجبك الفيديو بطبيعة الحال. فنخليكم مع هاد المكونات اللي غادي نحتاجو وطريقة التحضير. فأول حاجة غادي نحتاج الجينواز اللي سبق لي ونزلت في القناة، أنا وضعته في إطار بهذا الشكل هذا. غادي نحتاج لا كريم شانتيل اللي طلعته هنا، أنا استعملت 500 مليلتر. وغادي نحتاج السيرو اللي غادي نسقي به، فانا درت كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر وضفت ليهم النكهه ديال الخوخ، اختياريه تقدروا تضيفوا اي نكهه كتفضلوا. فانا غادي نسقي هاد الجينواز، نسقيها مزيان بهاد السيرو. بهاد الشكل هذا. من بعد غادي نعمر هاد لابوش بالكريم شانتي، وغادي نحاول ندير طبقه من الكريمه. غادي نستمر بهاد العمليه. من بعد غادي نحاول نسرحو بالموس او بالسباتول اللي موجود باش ما كتجينيش يعني جهه غليظه وجهه رقيقه، كيكون السطح ديالو مستوي. من بعد غادي ندير طبقه ثانيه من الجينواز، فماشي مشكل يعني الا كانت بحال هكا كنخلفوهم ماشي مشكل. وغادي نسقيها، فيعني نكهه الخوخ كتماشى بزاف مع الفاني، لان الجينواز فيها نكهه الفانيلا كتجي لذيذه بزاف. وغادي نوضع طبقه ثانيه من الكريمه، وغادي نسرحها مزيان، وغادي نديرها في المجمد. من الاحسن تبات ليله كامله، من الاحسن. واللي ما عندوش الوقت يخليها يعني على الاقل 4 سوايع باش كتشد راسها، في التزيين كتجينا سهله، ما كتعذبناش في التزيين. من بعد غادي نحتاج الكريم شانتي للتزيين، وغادي نحتاج هنا درت ناباج ذوبته وضفت ليه النكهه ديال الخوخ، غادي نزين به. فهنا الكريمه يعني جامده، ما غاديش نخافوا منها تخسر ولا شي حاجه. غادي نحاول نسرحو بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نحيد داك الاطار، فكيتحيد بكل سهوله. وغادي نوضع في الجوانب الكاوكاو مهرمش، تقدروا ديروا اللوز ايفيلي او الفويتين، فكلهم كيجيو زوينين، او الشكلاط فيرميسيل. من بعد كنوضع وريضات بهذا الشكل صغار في الجوانب، وغادي نحاول بحال غادي ندير يعني شي كادر في الوسط. وخديت الشكلاط الاسود ذوبته، وغادي نكتب به عيد ميلاد سعيد والاسم بطبيعه الحال. صافي، وهذه هي النتيجه ديال الحلوه اللي صوبت اليوم. كنتمنى تعجبكم وتقبلوا على الوصفه اليوم، فكتجي سهله والمنظر ديالها زوين. هذا هو الشكل ديالها، كنتمنى تعجبكم. فانا درتها في هذا الكرتون هذا باش نحافظ على الشكل ديالها ما تخسرش ليا من يديها. نتلاقاو في وصفه اخرى باذن